السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، خير من ولدت النساء، خير من صار على الأرض ثم عرج به إلى السماء، الذي جعل البشر كلهم في دينهم سواء. وببركة الصلاة عليه يعافيك الله عز وجل من كل داء، وجاء بالحصن الحصين من السماء. والله أسأل أن يجعل لي ولكم ولجميع المسلمين في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم موعدا ولقاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، سوف نستهل لقاءنا اليوم مستبشرين بهذه السورة. اقرأ هذه السورة ولا تقلق ولا تخف من تدابير البشر إليك، واعلم أن أقصى ما يستطيع البشر فعله إليك هو تحقيق إرادة الله عز وجل إليك. هذه السورة فيها كثير من المعاني، فاعلم الحاسدون ألقوا به في الجب، والسماسرة باعوه بثمن بخس، أما العاشقون فقد ألقوا به في السجن، والعاقلون جعلوه وزيرا للمالية، وأصحاب المصالح خططوا له وعليه، والمحتاجون رفعوه على العرش. وها قد وصلت إليكم ما هذه السورة، هي سورة يوسف عليه السلام. فاعلم رعاك الله أنه فلا القصر علامة على الحب، ولا السجن علامة للكره، ولا الملك علامة للرضا، إنما الأمر كله يكمن في هذه. وكذلك يجتبيك ربك، وكذلك يجتبيك ربك. فطريق الاجتباء والولاية محفوف بالعناية الإلهية. اعلم، أرادوا أخوة يوسف أن يقتلوه فلم يمت، ثم أرادوا أن يلتقطه بعد السيارة ليمحى أثره فارتفع شأنه، ثم بيع ليكون مملوكا فأصبح عزيز مصر. ثم أرادوا أن يمحوا محبته من قلب أبيه فازدادت وابيضت عيناه من الحزن عليه. فلا تقلق من تدبير البشر، فأقصى ما يستطيعون فعله هو تنفيذ إرادة الله عز وجل، فإرادة الله فوق كل إرادة مهما كانت، وبالدليل من كتاب الله عز وجل. فقد قال الله عز وجل في محكم آياته: بسم الله الرحمن الرحيم: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك، اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، وسألك فأعطيته، واستجار بك فأجرته. اللهم دبر إلينا أمورنا فإننا لا نحسن التدبير، وإنك على كل شيء قدير وبكل علم خبير.
وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، على أمل جديد بلقاء جديد إن قدر الله البقاء واللقاء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الله ورعايته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.